السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هي دي المرة الثالثة اللي يتسرق فيها أكل مني من مكان العمل. والمرتين الأولانيين يعني أنا كنت حاطط الأكل في التلاجة واتسرق. لكن المرة دي الوضع اختلف، يعني أنا يدوب نسيت الأكل على الترابيزة. رجعت بعد 10 دقايق ما لقيتوش. كان عبارة، بس المرة دي ما كانش وجبة، يعني أنا ما تصورتش إن علبة مية ستانلس ستيل وشوية بسكوت يتسرقوا. يعني دي حاجة أنا شخصيا ما تصورتهاش. واعترف يعني ان انا فعلا كان سهي عليا ان انا اخد الكيس اللي فيه الحاجتين دول من مكان الترابيزة اللي بتاعت الاكل، بس يعني حاجة ما كانتش تخطر على بالي ان المستوى يتدنى لهذه الدرجة. طبعا احب اوضح حاجة، ان مش لازم يا اخوانا البلد بالضرورة تكون بلد مجاعة عشان يحصل فيها سلوكيات زي دي، بس عشان الناس ما تفهمش الرسالة بتاعتي غلط. ولكن في انحطاط أخلاقي بيخلي الناس تستسهل إنها تعمل حاجة زي دي. وده شيء مؤسف الصراحة. فخلاصة القول، في أي مكان هتكون موجود فيه خلي بالك وتذكر كويس انك ما تنساش حاجة. يعني لو ده بيحصل مع شوية بسكويت وعلب وزمزمية مية او علبة مية، فلك ان تتخيل لو انت نسيت محمولك إيه اللي هيحصل. ارجو ان الناس تخلي بالها وتكون مصحصحة طول الوقت. بقول قدر المستطاع، لما هيسهى عليك خلي بالك قد ما تقدر. حاول ان حاجتك تأكد عليها تكون معاك طول الوقت عشان ما تضيعهاش في اي مكان هتكون فيه في الدنيا. بس طبعا يعني الناس قد تندهش وما تصدقش ان حاجة زي دي تحصل في امريكا من كتر اللي سمعوه من اليوتيوبرز من تمجيد وتعظيم. عموما اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.